صباح العسل، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. عايزه بقى كده اول كده مبدأ اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي كتبوا لي كومنت زي العسل زيهم بجد، وكل حد دعا لي دعوه حلوه. ربنا يبارك لكم ويا رب ولكم بالمثل، ويا رب كده يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وكمان عايزه ارحب بكل حد جميل جديد دخل القناه، اهلا وسهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني. يلا بقى، لو لسه اول مره كده تشوفيني، يلا اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. واول حاجه كده هنعملها صينيه كيكه عسل كده ببيضه واحده للفطار، وهنعمل حاجات حلوه كتير ان شاء الله تعجبك. اول حاجه كده يلا بقى نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا هنا بيضايه، معايا كوبايه سكر، كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، معايا كوبايتين من الدقيق نخلاهم وحطيت عليهم كيس بيكنج باودر، معايا هنا قشر برتقان او بشر برتقان. انا الصراحه ما ببشرش، انا بقشر كده، بغسل برتقانه كويس كويس، وبعدين اخد القشره كده الخارجيه، وبعدين بحطه في الفريزر وباخد منه كده كام قطعه، واروح عامله بيه على طول كيكه برتقان بجد تحفه. لو انت ما عندكيش عصير برتقان حلو جدا. اهم حاجه كل الكلام الجميل ده كده يكون بدرجه حراره المطبخ. اللبن دوت اللي هو كنا جايبين في المشتريات ب10 جنيه حليب، انا غليته وسبته برد، وبعدين هشتغل بيه تمام كده. حطيت كله بقى في الخلاط، السكر والزيت واللبن والفانيليا والبيضايه وكمان بشر برتقان، وهضرب كل الكلام الجميل ده، وكمان هحط معلقه خل عشان تدي هشاشه كده ولون جميل كده للكيكه بتاعتنا. تمام، هضرب بقى كل الكلام ده كده ضرب مبرح، يعني بص اضربي على قد ما تقدري لحد ما تلاقي كده السوائل دي كلها بيضت وافتحت كده وعملت فوم. ابدأي بقى انزلي كده على الدقيق بتاعنا، كوبايتين دقيق منخولين، عليهم كيس بيكنج باودر أو كيس كيك شيف. معايا كمان صينية ألمونيا، بحب الألمونيا أوي في تسوية المعجنات والكيكات والكلام ده كده. دهنتها زيت وحطيت عليها دقيق، وبعدين هنحط الكيك. احنا جبنا حاجات كتيرة معانا في المشتريات، النهاردة هنعملها كلها ونحضرها للفطار من غير ما تحتاري بقى، ومن غير ما كل يوم تفكري هتجيبي ايه وتعملي ايه. بجد الحاجات دي هتملى بيتك خير وهتبقى ستراه كده، وكل يوم هتقومي كده تطلعي حاجة شكل تقدميها للفطار للولاد او في العشاء كمان هتبقى حلوة جدا. هنا بقى كان الخليط تقيل شوية، حطيت له ايه معلقة لبن كمان او حبة مية لو انتي ما عندكيش لبن، وبتطلع مظبوطة وزي الفل. طبعا قبل ما اشتغل فيها كنت مشغلة يا ستي كل الفرونة تسخن. قبل ما تشتغلي في الكيكة شغلي الفرونة تسخن كويس جدا على درجة حرارة 180، وبعدين خلصيها ودخليها على طول، اديها بقى خبطتين كده، وبعدين دخليها على الفرن. انا بقى حصل ايه معايا؟ النور قطع طبعا، بس لسه شويه كده. اهم حاجه بس تعالى اقولك هنعمل ايه دلوقتي. معايا كيلو دقيق اللي احنا كنا جايبينه في المشتريات، انا كده هنستهلك ايه كيلو ونص دقيق، بس هيفيد شويه صغيرين من النص كيلو. تمام، عملت الكيكه من النص كيلو ودوت كيلو كامل، نخلته حطيت عليه كيس خميره، معلقتين سكر، رشه ملح، وهنعمل احلى معجنات. وهحط كمان نص كوبايه زيت، وخلاص على كده. عندك لبن، عايزه تعجني بلبن دافي تمام، عايزه تعجني بزبادي تمام. زي ما قلت لك النور قطع عليا كالعاده، والنهارده كمان كان قاطع بدري، قطع الساعه 1 الظهر. بس الحمد لله، انا قلت هيطول، انا كمان عشان كنت صاحيه بدري فحسيت ان هو قطع متاخر، طلع ان هو قطع الساعه 1. المهم هنا بقى حطيت الزيت، وحطيت معلقه خل برضو، لان دي كده عامله زي كده ايه محسن الكيك، فاهمين قصدي؟ ومفيش ابسط من كده، وكل الحاجات دي موجوده عندك في البيت، دقيق، زيت، كيس خميره، وهنعجن بميه، مفيش ابسط من كده. المهم هنا بقى الحله اللي كنت غاليه فيها اللبن، حطيت فيها ميه ودفيته، وبعدين طبعا احنا الجو حر جدا جدا اليومين دولت، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. فطبعا العجينه يعني هيخمر معايا بسرعه. عايزه اقول لكم بقى ان الكيكه طبعا كنت لسه يا دوبك مدخلاها الفرن والنور قطع، وانا الفرن عندي فرن كهرباء. طب هتعملي ايه يا بنتي يا اميره؟ خدتها كده وناديت جارتي وديتها لها سوتها لي عندها، ربنا كده يا ربي يبارك لها وايه وكتر خيرها. فهنا طبعا استعنت بصديق كان يوسف صاحي، قلت له يلا اقعدي اعجن بقى العجينه ديت. قعد ادي 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 كده لحد ما اتلمت، انزلي واحده واحده بشويه الميه، واحده واحده لحد ما تبقى عجينه طريه وعامله زي اللبانه كده في ايدك. سيبيها كده ترتاح 10 دقايق وبعد كده نشتغل فيها. وهي بترتاح بقى هنعمل ايه؟ هنا معايا ربع كيلو من الجبنه القريش، انا كنت جايبه نص كيلو
اكلنا منه، وخدت كده قطعتين هرستهم، اقطع عليهم قرنين فلفل، هنزود بقى الكمية، هنحط كمان عليهم خيار. حابة بقى تحطي الكلام ده في الكبة في الخلاط، قولي معايا اللهم صل على النبي. الجبنة هتحطي عليها الفلفل، هتحطي شوية لبن، هتحطي مكعب زبدة او شوية زيت نضيف، ومثلا عندك قطعتين جبنة رومي، عندك حتتين جبنة بسطرمة قدام، عندك مثلا جبنة مش، تقدري تحطي اي حاجة عليها وتخلطيها كويس جدا في الخلاط، هتطلع معاكي جبنة كريمي وجميلة جدا، ومش هتحسي خالص لو ولادك ما بيحبوش الجبنة القريش. انا الصراحة اختصرت بقى وعملت، قطعت عليها فلفل وخيار وحبة زيت، وهحطها في علبة وهشيلها في التلاجة. ما تقطعيش قوطة عشان الطماطم هنا بتحمض وبتطرى وبتنزل مية وما بتبقاش حلوة، بتخلي الجبنة طعمها مش حلو. فلكن الخيار والفلفل عمره طويل شوية. تمام كده، هتطلعي بقى حتة جبنة جنب حبة فول جنب بيضتين كده، وهتاكلوا احلى فطار. انا كمان نقعت من بالليل الفول والبليلة اللي احنا كنا جايبينهم، ونقعتهم من بالليل. بصوا بقى، انا بنقع الفول بحط له من بالليل كده حبة بيكنج صودا او كربوناتو في النقع. ليه بقى يا اميره بنحط الكربوناتو؟ الكربوناتو لما بتيجي تسويه بتطري جدا القشره. عايزه اقول لكم هنا بقى، والله مش عشان حاجه، انا وانا بشيل العلبه، صباعي دوت اللي انا هعمل فيه العمليه اتنى كده، وبيبقى صعب جدا بالنسبه لي لما بيتني او اجي افرده. فانا هعمل عمليتين في ايد واحده، كل ايد هعمل فيها عمليتين. فانا بس عايزه دعوه حلوه منكم كده، تدعوا لي كده ربنا يشفيني ويعافيني ويشفي كل مريض وييسر لي اللي فيه الخير يا رب. فالحمد لله على كل حال، الحمد لله احنا احسن من غيرنا بكتير. هنا بقى العجينه استريحت، فهبدأ كده بقى ايه اشكلها. انا عايزه اسهل على نفسي وهعمل حاجات سهله وبسيطه. انا هعمل هنا زي العيش كده او العيش التركي، الفطاير الجميله ديت اللي بتبقى على وشها سمسم وحبه البركه، تاكلي بيها بقى جبنه، حته جبنه حادقه، تاكلي بيها الجبنه القريش اللي احنا عملناها، تاكلي بيها عسل. بجد حلوه جدا. المهم، عملت الصينيه كده، حطيت فيها رغيفين، وهعمل ايه 3 كمان كده بنص العجينه. هنا بقى الكيكه طلعت، بدات كده انغزها كده بالسكينه. انت لحد المرحله دي هي كيكه فطار زي العسل، بس انا بقى بحب اشربها عسل. تمام. العسل ده الشربات اللي احنا عاملينه من رمضان، اللهم بارك، لسه عندي لحد دلوقتي في التلاجة، وبعمل منه كيكات على فكرة، وبعمل منه حلويات حلو قوي. بحب بقى اشرب كيكه بتاعتي كده حبه عسل، وارش على وشها جوز هند، بجد بتبقى طعمها تحفه وريحتها تحفتين. عندك اعملي، ما عندكيش هي كده جميله، ريحه البرتقال لوحده مخليها زي العسل. تمام كده، عملنا كيكه، عملنا معجنات، عملنا الفول القمر شايفينه. انا بعد الصبح بقى لما بعد ما نقعته رحت غسلته شطفته تاني، وحطيته في ميه مغليه، حطيت عليه معلقه صلصه، حطيت عليه شويه جزر، وحطيت عليه كمان شويه بيكنج باودر، وما بحطش طماطم الصراحه، الصلصه احلى بكتير من الطماطم، وبحط ليمونه، وغطي بقى وسيبيه، وبعد ساعتين عرشوا فيه استوى ولا لسه. هو بقى الطريقه دي البيكنج باودر وكربوناته مش بيخليه ياخد وقت خالص، وفي نفس الوقت بيطري وبيبقى زي الزبده. هنا بعد ما وعملت كمان البليله كانت خلصت. تمام كده، برضه هقولها لكم في الاخر، تحفه تحفه. هنا بقى هدهن الوش شويه سكر على شويه ميه وقلبتهم كده. عايزه تديني صفار بيضه وخلي تمام، عايزه تديني لبن تمام، براحتك خالص اللي عندك. عايزه تحطي حطي، انا ما بحبش اللبن الصراحه، وهي كده بتبقى زي الفل. سمسم على حبه البركه واحط على وشهم، ونغصتهم كده بايدي علشان ما يخمروش قوي قوي، وكمان يبقى شكلهم حلو. وخلاص على كده، وهروح مدخلاها الفرن على درجة حرارة 200. المعجنات على فكرة بتاخد درجة حرارة عالية، يعني انا ممكن اوصلها كمان ل250 عندي على الفرن. بس كده، المهم بقى هدخلها. وخلاص على كده عملنا ادي كمان العيش بتاعنا القمر ده، وبقت العجينة بقى. حطيت سكر على قرفة. انا مدياكي حاجات بسيطة وسهلة تقدري تستخدميها وموجودة عندي في البيت، ما تكلفيش نفسك حاجة خالص. السكر موجود والقرفة موجودة، بنعمل منها الاكل. كيس الخميرة وحبة الزيت، دي جبناه في المشتريات، كله سهل وبسيط في البيت. السمسم وحبة البركة تقدر تجيبي بخمسة وبخمسة، واخلطيهم كده وشيليهم في علبة، بحيث كل ما تعملي معجنات تبقى موجودة عندك.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا بقى عملت كده الكميه ديت، انا بقيت اعمل بقى كمان قرص كبيره علشان بس ايه انجز واخلص. شايفين بقى منظر البليله؟ اللهم بارك، بجد والله جميله جميله جميله. انا بعشقها، بحب اكلها بارده وساقعه كده من التلاجة، ترطب كده على القلب في الحر ده. عندك لبن حطي، ما عندكيش بشويه سكر كده بتبقى زي العسل. انا كده بقى خلاص هي خلصت، هبدأ بقى احط كده في علبة، املى علبة احطها في رف التلاجة، والباقي هحطه في اكياس واحطه في الفريزر. لما اللي في العلبة يخلص هبدأ انزل كيس كيس وايه واستعمله. ما تحطيش كل الكمية دي كلها في التلاجة عشان ما تبص منك لو انتوا يعني ايه مش بتاكلوا فيها قوي، او ممكن طبعا احنا عاملين كذا حاجة، فاكيد مش كل يوم هتاكلي بليلة. فحطي كده في علبة والباقي حطيه في التلاجة في الفريزر. تمام. وشايفين لون الكهرمان، لون الفول القمر بتاعنا ده بجد جميل. انتي يعني انا حرفيا من الناس يوم الجمعة زوجي بيشتري فول من تحت، لان بيحب ياكل الفول ايه موضب وكده بالبيض ومش عارف ايه. يوم الجمعة كده يجيبوا الفول وهم طالعين حتى لو انا مدمسة. شايفين ده ازاي؟ بجد والله بنجيب ال20 جنيه فول كيسين، هما لا يذكروا، يعني هما مفهومش معلقتين تلاتة. فانا الصراحة بعمل الحاجات دي عندي بقى للفطور. احنا من الناس اللي ما بتتعشاش، يعني بنتغدى بنتغدى متأخر على 7 8، وما بنتعشاش خلاص كده الحمد لله، وبنفطر طبعا على الظهر. فالحمد لله رب العالمين. فالحاجة دي هتقعد معاكي يعني هتعدي كمان الاسبوع ما شاء الله اللهم بارك. قطعتي كمان كده بطاطس من اللي انا كنت جايباها، حطيت عليها شوية خل، وهشيلها برضو في التلاجة. تقدري تحطيها في علبة بالمية كده وتسحبي منها حبة حبة للفطار للعشاء. الولاد جوعوا بالليل، حمري شوية واعملي سندوتشات واديهم، هياكلوا وهيشبعوا. طبعا الولاد كلهم بيحبوا البطاطس محمرة. هتعمليها الصبح جنب شوية فول، بجد اللهم بارك. وعملنا الجبنة وعملنا الفول والبليلة والبطاطس والكيكة والمعجنات. فبجد يعني ملينا البيت خير، ملينا التلاجة حاجات كتيرة. الولاد جاعوا يقوموا يحطوا وياكلوا. شايفين العيش القمر؟ طلع بصوا الجمال، وطري وهش وتحفة. انا فطرت بيه النهارده، كان طعمه زي العسل. والله العظيم غمست بالفول، يعني بجد كان طعمه حلو قوي. انت عايزه تعجنيه بقى بزبادي حطيه، هتديله قيمه غذائيه اكتر بشويه لبن براحتك، بس انا حابه اسهل عليكي. لو الدنيا كده ايه مش متظبطه تقدري تعجني حبه دقيق موجودين عندك ان شاء الله نص كيلو، وتعمليهم شويه معجنات جنب الشاي باللبن، وفضل ونعمه. وكمان طلعت القرص اللي بالقرفة والسكر، برضو طلع هشة وجميلة. والقرصة جميلة كده، عايزة تصغري هتصغري وهتعملي كمية اكتر من دي. انا لسه في صاج تاني في الفرن، بس صراحة كنت فرهطت من الحر، والجو نار والمطبخ عندي يعني حر حر يعني. فانا اديتكم بس فكرة كده، وقدري بقى تنفذي وتجيبي الحاجة وتعملي احلى عيش واحلى بقى ايه فطاير كده بالقرفة، وتعملي كيكاية كده جميلة. حطيها برضو في علبة وشيلها في التلاجة، واسحبي منها جنب كوباية شاي بلبن، مرة فول مرة بليلة مرة جبنة، بجد وهتتقضى. وكنا جايبين كمان بيض، وكنا جايبين عسل وطحينة. بس بألف هنا يعني فطرنا بيهم. ويبقى ألف هنا وشفا، وربنا يملى بيكم كلها خير وبركة. ويا رب النهارده الفيديو يكون عجبك. يلا بقى لايك بسرعة واشتركي في القناة ونوريني. وعايزة دعوة حلوة كده منك ليا ولولادي بصلاح الحال، ولولادكم يا رب جميعا ولكم بالمثل. ربنا يصلح حال ولادنا واولادكم جميعا يا رب، وينجحهم كلهم يا رب، اللهم امين. واشوفكم ان شاء الله على خير، مع السلامة.